سويس، انت ازاي بقالك 14 سنه وما خدتش الجنسيه في ايطاليا؟ في ناس يا اسطى بقالها 20 سنه ومعاش ورق في ايطاليا مش جنسيه. ليه؟ لان اول حاجه احنا جايين هجره غير شرعيه، فبتقعد فتره كبيره على ما تستلم ورق. وبعد ما تستلم الورق ده مطلوب شروط للجنسيه الايطاليه. كان الاول، دلوقتي صعب، اللي انت تكون مثلا معاك محل اقامه 10 سنين ومعاك الورق المفتوح وبتتكلم ايطالي وبتتكلم ايطالي حلو وشغال شغلانه بعقد مفتوح، فده ممكن تقدم على الجنسيه بعد فتره معينه وتستلمها. انا بقى لو عاوز الجنسيه الرومانيه اللي هي يعني الجواز الاحمر، قدام حل اللي انا اروح اعيش في رومانيا من سنتين او 5 الله اعلم، بس هما سنتين، ويكون عندي محل اقامه هناك وشغال هناك، لان انا مراتي رومانيه وجاسمين تعتبر رومانيه، فانا ممكن اخد الجنسيه الرومانيه فهتنفعني. بس المشكله في رومانيا ان انا عشان اخد الجنسيه اروح اقعد هناك واشتغل هناك، ومرتبات هناك بقت 1200 يورو، فاهم؟ وانا ما عنديش شقه، انا هضطر ان انا اجر شقه هناك.